تعالوا اقول لكم ازاي كنت كده وبقيت كده. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا طالعه انقل لكم تجربتي مع حب الشباب. الموضوع لا يكاد ان يكون سهلا ولكنه استغرق مني 9 شهور. انا هحكي لكم الموضوع من الاول خالص. انا رحت لدكاتره كتير جدا وخدت مراهم قد كده وعلاج وادويه وكريمات، لكن كل ده ما جابش معايا نتيجه. اللي جاب معايا نتيجه هو حاجه واحده بس، هو ده ايزوتريتينيون. ده بديل النتلوك، لان النتلوك ساعتها ما كانش موجود، كان ناقص في السوق. قبل ما اتكلم معاكم في اي حاجه، كل اللي انا هقوله ده دلوقتي تحت اشراف طبيب، وما ينفعش نهائيا حد ياخد بكلامي ده ويروح يعمله كده من نفسه. ما ينفعش، لازم تحت اشراف طبيب، لان الموضوع يكاد ان خطر شويه. قبل اي حاجه الدكتور قالت لي لازم نعمل تحاليل الكبد وتحاليل الدهون، وعلشان نشوف نسبه الدهون ينفع اخد العلاج ولا لا. ولكن الايزوتريتينيون ده ما ينفعش اي حد ياخده، ما ينفعش حد مقبل على الجواز، وما ينفعش واحده تكون حامل وتاخده، لان هو بيعمل تشوه للجنين. هو مش خطر على البني ادم، ولكن هو خطر على الجنين اللي هيجي. علشان كده بقول لكم ما ينفعش حد ياخده من دماغه، لازم تحت اشراف طبيب. الدكتوره دي عالجت من جوه مش من بره، بالرغم من ان هو وقت طويل جدا، لكن بالنتيجه لما بتاخدي العلاج وبتخلصيه ما ينفعش تتجوزي او حضرتك تتجوز الا بعد 6 شهور. يعني تاخدوا العلاج تقعدوا 6 شهور بعد كده تتجوزوا. اول حاجه ابتدت معايا فيها بالعلاج قال لي ان انا اغسل وشي بصابونه جليسرين علشان تكون خفيفه على البشره. قالت لي العلاج هيستغرق من 3 ل 6 شهور، كل يوم حبايه بعد العشاء مباشره. لكن انا ما كانش عندي حب الشباب في بشرتي بس، في وشي بس، انا كان عندي في دراعاتي من هنا وهنا وفي ظهري. وكانت مدياني جاكودان للبقع والحبوب اللي في الكتف. الجاكودان ده بيبقى مره بالليل، حرفيا وهمي سحري كده، بيمنع اي حبوب تطلع، وكل الحبوب اللي بتبقى موجوده بيشيلها، بيخفيها تماما. يعني كله كان بيساعد كله. وكانت مدياني مع الجاكودان بتاع الحبوب للتفتيح ليكوفان كريم، هو ده علشان يشيل اثر الحبوب. انا قبل ما اروح للدكتور انا كنت سامعه عن النتلوك ده كتير جدا، كنت عامله عليه ريفيوهات كتير جدا، وكنت اعرف ناس خدت النتلوك ده وجاب معاه نتيجه كويسه جدا. فانا خدته ل6 شهور ورحت لها، قالت لي نزود 2 شهور كمان، وفي الاخر صفصفت على 9 شهور. انا طالعه لكم من غير ولا نقطه ميك اب علشان تشوفوا النتيجه يا جماعه. يعني الحمد لله بعد 9 شهور كل الحبوب وحب الشباب اللي بيطلع ده بتبقى دهون زياده، وده اللي انا اتفاجئت بيه زيكم كده بالظبط. مش عارفه ازاي دهون، فين الدهون دي؟ المهم العلاج ده بقى بيمنع الدهون، لكن بيعمل جفاف على البشره. كانت مدياني مرطب اسمه ايبيديرم، يوميا لازم ادهن منه علشان ما يعملش جفاف للبشره، وطبعا بيعمل جفاف للشفايف، فانت ماشيه بالفازلين بترطبي كل شويه. بعد 9 شهور لما رحت لها بدلت لي الصابونه بغسول نتري. انصح اي حد عايز غسول للبشره الدهنيه، ده حلو جدا، هيساعدكم كتير قوي في تخلص الحبوب. برضو ملحوظه، انا من اول يوم في اول شهر لغايه اخر يوم في اخر شهر انا كان لسه عندي حبوب. مش عايزاكم تيأسوا، انا كنت يئست الصراحه، اللي هو ايه ده، دي مش جايبه نتيجه، بس مع الوقت بتجيب نتيجه، ومع الاستمرار في الكريمات بتجيب نتيجه. بعد ما الحبوب اتعالجت وراحت كلها، ظهر لي بقى بعد كده حفر صغيره كده. اتاري اصلا الحفر دي مكان كانت الحبوب متركمه فيها فراحت، فاهمين؟ يعني الحفر دي اصلا كانت موجوده بس الحبوب هي اللي راحت. كتبت لي على اكريتين نص، ده بقى بنحطه نص ساعه بالليل وتغسليه. مع الوقت ممكن تزودي ساعه او كده، بعد كده ممكن تزودي تاني. انا حاليا بقالي 2 سنة و4 شهور بعالج الحبوب. اول ما خلصت ال9 شهور كتبت لي على اكريتين ده، بستخدمه بقالي 7 شهور. نتيجته بطيئه جدا 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 بصراحه. كل حاجه في الجلديه بتاخد وقت. انا برجع ابص على الصوره القديمه وابص على الصوره الجديده دي، بصراحه بنبهر قوي، بقول ايه يا بنتي يا لولو الشطاره دي اللي انت وصلت لها. كمان الاستمراريه، وان انا واظبت ان انا كل يوم 9 شهور يوميا برشام، واتعودت اساسا. يعني بعد ما 9 شهور خلصوا، يعني خلاص كده مش هاخد برشام تاني. بس يا جماعه كده، وانا اتمنى اكون فدتكم زي ما انا استفدت وشايفه النتيجه ومبهوره بالنتيجه زي ما انتم انبهرتوا دلوقتي. اتمنى كل بنوته وكل ولد عنده حب شباب يروح يعالجه. اكتبوا لي في الكومنتات شاطره يا لولو، لان انا فعلا مبسوطه جدا بالنتيجه. انتم مش متخيلين انا مبسوطه ازاي. فعلا في الاول كنت متضايقه، كنت كل ما اتصور اي صوره او اي حاجه الاقي فيها حبوب كتير، فانا كنت بتضايق جدا.
الفيديو ده مشوار طويل انا مشيته بقالي سنه و4 شهور ولسه مكمله. مبسوطه بالنتيجه اللي انا وصلت لها، وحابه النتيجه اللي انا وصلت لها، وحابه المشوار اللي انا مشيته علشان اشوف نتيجه حلوه زي دي. فعلا شكل الحبوب بيبوظ الوش، بيبوظ كل حاجه، بيبوظ النفسيه، بيبوظ الثقه في النفس. يعني عالجوا الموضوع علشان ثقتكم تزيد في نفسكم وتحبوا نفسكم اكتر واكتر واكتر. بشكر ربنا ان هو وصلني للنتيجه الحلوه دي. بس كده انا مبسوطه جدا 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 ان انا طلعت النهارده اقول لكم على تجربتي. الفيديو ده انا كنت عايزه اعمله من بدري واخيرا جه وقته. بحبكم جدا 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 وبحب تشجيعكم وبحب حبكم ليا. ربنا يخليكم ليا ودايما اكون عند حسن ظنكم. ما تنسوش اعملوا لايك وشير وفولو الصفحه عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم يا احلى ناس في الدنيا. باي باي.